عدد ما كان، وسبحان الله عدد ما يكون، وسبحان الله عدد الحركات والسكون. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معكم احلى الاكلات في مطبخ حرم، برحب بكم احلى اخوات ليا في الدنيا. وتعالوا نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده، وصفه اول مره تتعمل على اليوتيوب. آه، او اول مره تتعمل حقيقي في اي مكان. وصفه جميله جدا جدا جدا، ان شاء الله توفر معاكي مجهود ومكان في الفريزر، وفي نفس الوقت طريقة جميلة جدا، وهتحتفظي بالملوخية بتاعتك طازة طول السنة ان شاء الله. ان شاء الله نسمي الله ونبدأ معانا. الملوخية بتاعتنا خضرة طبعا، مش دبلانة ولا فيها ورق مخرم، وتكون طازة كده وجميلة. نغسلها غسلة كويسة جدا وننشفها يا تحت المروحة زي ما احنا عارفين، يا في النشاف. نحط قماشة نضيفة ونحطها في النشاف هتنشف على طول معانا. معانا الكبة بتاعتنا، اول ما خرطها زي ما انت طريقتك في التخريط خرطيها تمام لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا بنفس الطريقة كده. شايفين؟ بسم الله، اللون بتاعها تحفة والله تحفة. دلوقتي حطينا حلة على النار مقابل كوباية ملوخية، نص كوباية مية تمام، لان هنرجع نزودها شوربة اما نخرجها من الفريزر. طبعا هفك التكتلات بتاعتها بالمضرب السلك زي ما حضراتكم شايفين، وابدأ دلوقتي اسيبها لحد ما تبدأ بقى تعمل فقاقيع كده وتغلي معايا غلوتين كده. طبعا هغليها غلوتين، مش يا دوب غلوة زي ما احنا لما تكون طازة كده وخلاص. هغليها غلوتين عشان احنا طبعا هنحطها في الفريزر، هنخزنها تفضل جميلة معانا. شايفين اللون؟ بسم الله ما شاء الله، قوة الا بالله. طبعا انا حطيت الملوخيه بتاعتي على الرف المطبخ لحد ما بردت. مش هسيبها لتاني يوم طبعا، هبردها، هحاول بردها بحمام مائي. احطها في الفريزر بتاعي، في الفريزر في صينيه او علبه بلاستيك، وابدا اقطعها مكعبات زي ما حضراتكم شايفين كده. شايفين ما شاء الله؟ وابدا اغلفها عادي خالص بورق استرتش، لو ما فيش يبقى كيس بلاستيك، ما فيش اي مشكله. شايفين الجمال؟ لا حول ولا قوه الا بالله، تحفه والله تحفه. طريقه بصراحه انا جربتها، لو واخده معايا مكان في الفريزر وجميله جدا جدا جدا. ان شاء الله هتبقى طريقه حصريه. شايفين ما شاء الله ولا قوه الا بالله؟ طبعا تقدري تعملي الكميه اللي انت عايزاها وتصفيها جنب بعضها في الدرج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.